مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الناقد. لماذا هذا النزوع إلى ارتياد الآفاق واكتشاف الآخر من طرف الرحالة المغاربة؟ لم يكونوا رحالة في البداية في معظمهم، ولكن أصبحوا كذلك بفعل شيء وقع حين اكتشافهم متعة الرحلة أو حين اكتشافهم شيئا آخر. الدكتور طيب بياض أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الأدب بعين الشق بالدار البيضاء يحضر معنا بمناسبة إصدار كتاب متميز عن الرحلة وإضافة فيما كتب في الأدب الرحلة بعنوان رحالة مغاربة في أوروبا بين القرنين السابع عشر والعشرين، تمثلات مواقف. مرحبا بك. شكرا أستاذ زيد على الدعوة الكريمة. شكرا لك. إذن أول سؤال أن تضعنا، يعني كتبت مجموعة من الكتب في مجال أدب الرحلة، هناك من تكلم عن الجانب الرحلي التاريخي الموثق الصرف، وهناك من دأب على العمل على أشياء وزوايا معينة في هذه الرحلة، كما جاء كتابكم فيه تمثلات ومواقف، وفي مسألة أخرى وأن حصرتها ما بين القرنين السابع عشر والعشرين. إذن لو تضعنا في صورة هذا الكتاب. إذن أجدد الشكر على الدعوة الكريمة للتفاعل حول هذا الكتاب الموسوم برحالة مغاربة في أوروبا بين القرنين السابع عشر والعشرين. الواقع أنه كما تفضلت بذلك موضوع الرحلة هو موضوع يقع في نقطة تقاطع بين حقول معرفية مختلفة يجد فيه الجغرافي ذاته باعتبار أنه يتعلق بالتحرك في المجال. هذا الرحالة هو يسافر من منطقة إلى أخرى يجوب الأصقاع. يجد فيه الأديب أيضا ذاته لأنه يتعامل على نصوص ومتون، وأيضا المؤرخ دلف هذا الحقل من منطلق البحث في سياقات تاريخية شارحة لكتابة هذه المتون. فكرة الكتابة هذا الموضوع هو محاولة كما تفضلت بذلك، لأن هذا الموضوع موضوع الرحلات فيه تراكم كبير جدا، وبالتالي كان لابد من البحث على زاوية معالجة جديدة لهذا الموضوع. لذلك اخترت أن أحاول أن أوظف مفهومين جديدين هما متعلقين بتاريخ التمثلات وتاريخ العقليات في محاولة لقراءة البنيات الذهنية لجزء من النخبة المغربية التي دفعتها ظروف ما إلى الرحلة إلى بلاد الآخر. محاولة فهم المسبقات الثقافية، الخلفيات الذهنية الشارحة لإنتاج هذه النصوص، لأن عندما ذهب هؤلاء الرحالة المغاربة من 1611 إلى 1922 وهي الفترة موضوع الدراسة، ذهبوا إلى ديار الآخر محمولين وحاملين معهم ثقافة ومرجعية وفكرا هو المحدد للتفاعل مع الآخر، وبالتالي إنتاج النصوص التي كانت حصيلة هذا اللقاء مع الآخر. ولكن ما الشيء المتميز في هذه المرحلة؟ يعني إلى بغينا نتعاملوا بمنطق إحصائي. نعم. سوف نرى بأن أغلبية الرحالة كان الدافع الأول هو رحلة الحج، لأنه كانت رحلة الحج وكانوا كثر، يعني كانوا يذهبون الحج وبالتالي يكتشفون مصر ويكتشفون ثم يقطعون البحر الأحمر. ويبدأ هذا الباحث ويأتي هذا الداعي لاكتشاف. ولكن الآن ما هو الشيء المتميز في هذه المرحلة التي خصصتها بالدراسة؟ نعم، كما تفضلت بذلك الرحلة الحجية ولا الرحلة الحجازية هي السباقة، هي الأولى، هي التي بدأت مع ركب الحجيج منذ العصر الوسيط، وكانت لحظة تفاعلية بامتياز مع المشرق، وهذا جانب مهم جدا في نصوص الرحلات. يعني قبل أن نصل إلى الرحلات السفارية لابد أن نشير إلى أن هناك أنواع كثيرة من الرحلات بما فيها الرحلات الحجازية التي عبرت نحو الشرق والتي أرخت بشكل أو بآخر لهذا التفاعل المغربي مع المشرق. عرفنا جزء كثير من تاريخ مصر انطلاقا مما دونه رحالة مغاربة زاروا المشرق. عرفنا شيئا مهما عن بلاد الحجاز انطلاقا مما نقله إلينا هؤلاء الرحالة. ثم نجد نوع آخر من الرحلات وهو أيضا مهم جدا، وهذه الرحلات التي جاءت في مهمات دبلوماسية سفارية، بمعنى أن العلاقة المغربية مع الآخر الأوروبي أكان إيبيريا أو فرنسيا أو إنجليزيا في إطار التفاعل ما بعد
معركة واد المخازن، يعني حصل هذا الزخم الكبير في العلاقات. مرحلة المركنتيلية والموجة الاستعمارية الأولى ثم الثانية استدعت تحركا مغربيا في اتجاه الآخر. فإما كان هؤلاء السفراء بين قوسين هم من يدونوا هذه النصوص، أو بعض مرافقهم، لأننا سنجد في كثير من الأحيان أنه سيكون هناك فقيه أو كاتب للرحلة. إذا لدينا هذا الصنف. ثم لدينا الصنف الثالث هو الصنف الرحلات الدراسية إن صح هذا التعبير، وأن جزء من الطلبة المغاربة الذين ذهبوا إلى أوروبا وعددهم 422 طالب بين الفترتين مولاي محمد بن عبد الرحمن والحسن الأول، سنجد على أن عين منهم هؤلاء المغاربة الذين ذهبوا في بعثة تعليمية سيدونوا رحلاته. ثم هناك صنف رابع هو ما يمكن أن نصطلح على تسميته بالرحلات التجارية الشهيرة، هي رحلة الوفد المغربي إلى معرض ليون. وبالتالي سنجد أيضا بين قوسين النخبة التاجرة المغربية تكتب عن سفرياتها وعن رحلاتها. عنصر الالتقاء هو الرحلة، ولكن عنصر التفاوت هو الخلفيات، لأن التاجر سيكتب بمنطق براغماتي تجاري في علاقته مع الآخر. درجة قبوله إلى الآخر ربما ستكون أكثر تحررا من آخر لديه مرجعية فقهية إلى آخره. الذي ذهب في مهمة تعليمية ودراسية ربما أيضا سيكون أكثر تحررا، ربما أكثر اطلاعا لفترة مكوثه الطويلة مقارنة مع من سيمر في زمن عابر، نموذج مثلا رحلة السائح أسبوع في باريس. إذا لدينا هذا التنوع وهذا الزخم، لذلك يبقى عنصر التمييز في هذه الرحلات هو طابعها الرسمي إن صح هذا التعبير مقارنة مع باقي الرحلات الأخرى. قبل استئناف الحديث هناك يعني بين قوسين وجدت أنه بعض الرحالة المغاربة إما نسي يعني نسى الناس ذكرهم، ولكن تجد أن سيرهم مكتوبة في رحلات غربية أخرى. مثلا عندما بحثت عن شخصية مغربية تراكمت حولها الكثير من الأحاديث التي ليست حقيقية في الكثير من الأحيان، مثلا شخصية الزموري في رحلته إلى أمريكا، تجد مثلا تفاصيل عن هذا الشخص. هذا الشخص لم يكتب شيئا وربما لم يصلنا منه شيء، ولكن عندما نبحث نجد أنه لاس كاساس هذا المؤرخ الفرنسيسكاني الإسباني كتب عنه بشكل. ثم تجد شخصية أخرى مكسيكية لا كابيسا دي باكا ورأس البقرة هذا كتب عنه. ثم أنجزت حوله أفلام مثلا في المكسيك أو في إسبانيا، في حين أنه في المغرب لا يذكر أو لا يكاد يذكر عنه شيء. ألا يمكن مثلا نكتشف شخصيات ونضيف إلى هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت نوعا خامسا عن الرحالة الذين نجهلهم نحن ولكن نجدهم في كتب الغربيين؟ صحيح. في السنة الماضية كان لي فرصة الاطلاع على جانب من الحضور المغربي في أمريكا اللاتينية، انطلاقا من رحلة كتبها أحد السفراء المغاربة الذي قضى حوالي أزيد من 10 سنوات في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية، ودون يومياته ومذكراته. ولكن الأهم أنه حاول أن يؤرخ أو يؤصل لهذا الوجود المغربي. فعلا كما تفضلت بذلك نجد على أنه يحيل على وجود مغربي انطلاقا من مستكشفين مغاربة انطلاقا من المغرب، أو حتى ذلك التأثير الذي جاء في إطار موجات أندلسية زمن الكشوفات الجغرافية الأولى. وأيضا هناك بعض الرحالة الذين نكتشفهم أيضا من خلال ما كتبته الصحافة الأوروبية التي كانت تؤرخ لمثل هذه البعثات. نموذج الرحلة التي حدثتك عنها بالنسبة لمعرض ليون نكتشفها انطلاقا من ما كتبته الصحافة الفرنسية بالتحديد عن وجود سوق في ليون، وهذا السوق الذي كان بمعنى معرض يريد أن يضاهي في المعارض الألمانية في إطار الصراع الألماني الفرنسي في إبان الحرب العالمية الأولى. وبالتالي ها هو وفد مغربي يصل مكونا من كذا وكذا وكذا. وبالتالي نجد أن هذه التغطية الإعلامية هي مرجعنا بالأساس فيما تسكت عنه المصادر أو المراجع المغربية. لذلك كما تفضلت بذلك هناك ربما هذا جزء فقط، ولكن ربما لا زلنا في حاجة إلى مزيد من النبش، لا زلنا مزيد من البحث حول بعض
الرحلات التي ربما نجهل عنها الشيء الكثير، وربما تعطي إضاءات جديدة في قراءتنا لتاريخنا ولمجموعة من المحطات المهمة فيه، والتي ارتبطت بسياقات سواء فيها التوتر أو فيها نوع من التقارب مع الآخر الأوروبي. نعود للكتاب. أين تكمن يعني وما هي أهمية التمثلات والمواقف في هذا الكتاب؟ يعني أنت في هذا البحث وقفت عند تمثلات ومواقف الرحالة، ما هي أهمية هذه المسألة؟ أهمية هذه المسألة كما قلت، وأنني حاولت فيها أن أستدعي مفكرين مهمين جدا. أولا مفهوم التمثل عند ميشيل فوفل، هو أحد رواد تاريخ العقليات في فرنسا. ثم هذا المفهوم أيضا عند إدغار موران، وإدغار موران هو شخصية معروفة كمفكر فرنسي له إنتاجات غزيرة. فحاولت أن أستحضر أو أن أستأنس بهذا المفهوم، مفهوم التمثلات، لقراءة هذا كما قلت هذا التعاطي المغربي مع الآخر. أين تكمن هذه التمثلات؟ التمثلات تكمن في لحظة التقاء هذه البنية الذهنية التي كانت تنتمي إلى وعاء محافظ، ينتمي إلى وطن كبير، وطن روحي يسمى دار الإسلام، في مقابل عالم آخر يسمى دار الكفر أو دار السلم مقابل دار الحرب. بمعنى هذا هي الثنائية الشارحة على مستوى البناء الذهني. فعندما يذهب سواء كان أبو القاسم الحجري أو الغساني أو ابن عثمان أو الصفار أو غيرهم، هو يذهب انطلاقا من انتمائه إلى منظومة مرجعية محددة هي الناظمة لتفكيره، هي المفسرة لكيفية تعاطيه. عندما يصل مع الآخر يطرح السؤال: كيف سيتفاعل مع هذا الآخر؟ هل سينتصر إلى أناه، إلى هويته، أم سيحاول أن يكتشف هذا الآخر؟ هنا هذا التمثل. تتكلم عن تضخم الأنا عند نعم، خاصة في المرحلة الأولى، لأن إذا أردنا أن نتحدث عن هذه التمثلات يمكن أن نميزها بين 3 محطات، وهي سياقات شارحة. المحطة الأولى ما بين معركة واد المخازن إلى معركة إسلي، يعني كان هناك نوع من الاعتزاز بالنفس، نوع من تضخم الأنا، نوع من الثقة في الذات، نوع من احتقار أو الاستهانة بالآخر. لماذا؟ لأنه دائما كنا نعيش على إيقاع نصر وادي المخازن. ولكن لما جاءت الصدمة في إسلي سيتغير هذا الخطاب وهذه المواقف وهذه التمثلات، لأن السبطان الهزيمة هو السبطان الدونية في العلاقة مع الآخر، وبالتالي ستبدأ النظرة تتغير. وهذه المحطة ندشنها مع الصفار. ثم من محطة إسلي إلى 1912، ما بعد 1912 هو عمليا خطاب تكريس الأمر الواقع، طالما أن الاستعمار صار أمرا واقعا. إذن هذه كما قلنا هي السياقات الشارحة لإنتاج مثل هذه المواقف في العلاقة مع الآخر. أما التمثلات كما قلت هو هذا البنية الثقافية أو هذه المسبقات الثقافية في العلاقة مع الآخر. سنجد على أن هذا الأندلسي ربما سيختلف عن هذا الذي أصله فارسي أو هذا أصله سوسي، هذا الذي درس في القرويين ليس كالذي درس في تطوان، هذا الذي تربى في بنية مغلقة ليس كذلك. هذه الأشياء التي تعطي نوع من التميز. لذلك يصعب أن نتحدث عن مواقف أو تمثلات بشكل خطي، ولكن دائما هناك تفاوت وتميز على مستوى كما قلت السياق المفسر، ثم الخلفية الثقافية والفكرية لكل رحالة. إذن دكتور بياض، شكرا على وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نكمل في الحلقة المقبلة وسوف نتكلم عن نماذج من هؤلاء الرحالة. إذن كنتم مع رحلة مغاربة في أوروبا بين القرنين 17 و20. نلتقي في الجزء الثاني في الأسبوع المقبل بحول الله. إلى اللقاء.